Bienvenue mes élèves de la deuxième année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده وعدنا مع الجزء الأول من شرح قواعد والمحتوى بتاع الدرس الثاني للوحدة الثالثة ثانية ثانوي الترم الثاني 2023. خدنا في الجزء الأول بالكلمات والاكسسوارات وكلمات اسماء المذكرة والمؤنثة والفيربات اللي عليك والكلام ده كله. النهارده هنبدأ بالأحذية والاكسسوارات. احنا خدناها في الكلمات ولكن هناخدها تاني بقى ولكن بالصور برضو عشان برضو الكتاب موضحها بالصور بحيث ان انت تبقى تفرق، يعني في بعض الحاجات المشتركة فتبقى تفرق ان هي شكلها عامل ازاي. ففي هذا الدرس بنشرح او نلقي الضوء على مظهر الشخص من حيث ما يكون الأحذية والأكسسوارات. الجزء الأول لي شوسيو الأحذية. زي ما انتم شايفين كده في الصورة دي في كوتشي، فالكوتشي دوت بنقول عليه بالفرنساوي دي باسكت. دي باسكت. هنا ده بوت طويل، فالبوت الطويل وفيه بوت قصير. البوت الطويل بنقول عليه دي بوت، دي بوت، دي بوت، لكن البوت الصغير بنقول عليه دي بوتي. اما الجزمة اللي هي خاصة بالباليرينا او اللي بتلعب باليه بنقول عليها دي باليرين. دي باليرين. دي باليرين. هنيجي بعد كده على دي شوسيو لاسيه، جزمة اللي هي برباط. كلمة ألاسيه برباط، جزمة برباط ده الشكل بتاعها. ودي شوسيو بلات. دي شوسيو بلات اللي هي الجزمة الخفيفة. الخفيفة شوسيو بلات خفيفة اللي هي مش بكعب، يعني مستوية كده مريحة. لكن دي شوسيو أتالون دي طبعا للستات فقط، اللي هي دي شوسيو أتالون جزمة بكعب. وفي دي سوندال. دي سوندال. طيب je porte des chaussures à lacets. هنا أنا أرتدي جزمة برباط. هنا عايز يقول لي إن كلمة برباط أو بكعب زي ما أنتم شايفين كده ألاسي وأتالون بتثبت بحرف الجر. يبقى أنا لما أقول جزمة برباط أو جزمة بكعب طويل لازم أستخدم حرف الجر أ. طيب لو جيت اتنقلت للإكسسوار، الإكسسوار بقى اللي هي مش اكسسوار بالمعنى ولكن الحاجات اللي الواحد بيلبسها غير الملابس والأحذية يطلق عليها اكسسوار. زي ايه؟ زي هنا اون كاسكيت. الكاسكيت ان شابو. ان شابو طاقية. ان بوني. ان بوني. البوني زي ما انتم شايفين اللي هو وزي الايس كاب بيقولوا عليه بوني. اون ايشارب. اون ايشارب اللي هو اشارب. ان فولار. ان فولار يطلق عليه برضه زي اشارب او وشاح، يتلف حوالين الرقبة، يتلف حوالين الجو برد زي دوت نقول عليه فولار. في عندي دي جون، الجوانتي دي جون. في العقد بنقول عليه ان كوليه. ان كوليه. بالنسبة للإسورة أو الحظاظة بنقول عليها براسولي. ان براسولي. هنا اون باج. اون باج الخاتم. دي بوكل دوراي. دي بوكل دوراي اللي هي الحلق. وفي عندي ان ساكاما شنطة يد، دي طبعا بترتديها الستات والسيدات. ان ساكاما. في اون ساكوش حقيبة حقيبة اللي هي يعني بتتحط على الكتف زي بيمسكوها الرجالة ساكوش. اون سنتور. اون سنتور حزام. une montre ساعة يد. ساعة يد. des lunettes de soleil. des lunettes de soleil نظارة شمس.
نظارة شمس. في الجزئية ديت هو هنا بيشرح لك إن كل قطعة إكسسوار من اللي إحنا ذكرناها مرتبطة بجزء محدد من جسم الإنسان. طب إزاي الكلام دوت؟ من خلال الأمثلة اللي قدامك دي. أي نوع إكسسوار ذكرناه مرتبط بجسم الإنسان. هنشوف إزاي. بيقول لك on met les gants à la main، نضع أو نرتدي الجوانتيات في الإيد. يبقى كده جسم جزء من محدد من جسم الإنسان، ما ينفعش ألبس الجوانتي في أي حتة تانية غير دي. يبقى لازم تكون فاهم المعلومة دي أو عارفها. on met les gants à la main، on met la bague au doigt، نرتدي الخاتم في الصباع. يبقى هنا الماء لا ماء اللي هي اليد كلها اللي بنلبس فيها الجوانتي، لكن بنضع او بنرتدي الخاتم في الصباع اللي هو أضوع. on fixe les boucles d'oreilles aux oreilles، on fixe les boucles d'oreilles aux oreilles، بنثبت او بنلبس الحلق في الأذن. on met le collier autour du cou، on met le collier autour du cou، بمعنى بنرتدي العقد حول الرقبة، يكون حول الرقبة. on porte les lunettes du soleil pour protéger les yeux du soleil. خد بالك لازم تكون مهم جدا ان انت عندك المعلومات دي. تعرف الايه على كل قطعة صورة من اللي احنا قلناها مرتبطة بايه. يعني هنا بيقول لك on porte les lunettes du soleil pour protéger les yeux du soleil، يعني بنرتدي نظارات الشمس لنحمي العينين من الشمس. on porte le bracelet أو la montre، بنرتدي الحظاظة أو الأسورة أو الساعة حوالين du poignet، autour du poignet، حوالين المعصم. 7 on met le bonnet la casquette sur la tête، بنرتدي البونيه أو الكاسكيتة على الرأس. 8 on met l'écharpe sur l'épaule ou autour du cou، بنرتدي الإشارة على الكتف أو حوالين الرقبة، الوشاح أو الإشارة. on met le foulard sur la tête أو autour du cou، ممكن برضه إن الوشاح أو الشرب دوت بنرتديه على الراس أو حوالين الرقبة. يبقى الإشارب إلا الكتف أو الرقبة، حوالين الرقبة. أما الفولار يبقى على الراس أو حوالين الرقبة. هنيجي جزء مهم من جزء الفيربات. دي فيربات لابد من تكون عارفها بخصوص هذا الدرس، وفي نفس الوقت ليها بعض القواعد اللي لازم وحتما ان انت تكون عارفها، بحيث انه في الفيربات احنا ما بنقولش احفظ، ولكن بنديك طريقة ان هي ازاي حتى لو انت مش حافظ بس فاهم الطريقة في التصوير. عندي فيرب اسايي مثلا، اسايي يعني يقيس، بيقيس. التصوير بتاعه هنا زي ما انت شايف كده في زمن البريزون. جيساي، tu essayes، il essaye، nous essayons، vous essayez، il elle essaye. طيب في هنا حته هي بيقول لك ايه، خد بالك الافعال المنتهيه ب ا y او ار يمكن تحويل الاجراك الى اي مع جميع الضمائر ما عدا نو والفو، ويمكن عدم تحويله. لذلك هو جايب لك تصريف كل الافعال
اللي بتنتهي يبقى هل اسايي بس؟ لا، اي فعل ينتهي ب ا اي ا اي ار يمكن تحولها مع كل الضمائر من إجراك لإي زي هنا. هو اسيه اهو. القاعدة بتقول إيه بتشيل الأو أو وتحط النهايات مع جو أو مع كيو أو اس مع إن أو مع النو أو أن اس أو زد أو الكلام ده. طيب هو بيقول لك شيل الأو أو، هو هنا محتفظ بالإجراك، شال أو أو وحط الأو، أو تشيل الإجراك نفسها وتحط إي. جميل. طب لو في حالة إن أنت عملت كده يبقى تمام، ما عدا النو والفو تفضل الإجراك زي ما هي، ويمكن تتحول برضه. يعني بيقول لك كده او كده، دي ملاحظه لازم تكون واخد بالك. طيب فيرب اشوتي يشتري، j'achète, tu achètes, il elle achète, nous achetons, vous achetez, il elle achète. لاحظ ان احنا بنضع الاكسون ديت على حرف الاو قبل التي مع كل الضمائر ما عدا النون. خد بالك، يعني بيقول لي الاكسون جراف دي اللي هي شرطة مية شمال بيتحط على حرف الاو قبل التي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو اهي. فعلا مع الجو موجودة، مع الجو موجودة، مع الإيل موجودة، مع الإيل افيكاس موجودة. طب مش موجودة مع النو والفو، فخد بالك. طيب هو بيقول لك المعلومة دي ليه؟ لأنه السبيلنج انت ممكن تحاسب في الامتحان على السبيلنج، فدي طالما موجودة يبقى هيحاسبك عليها، وطالما معلومة قالها لك يبقى لازم هيحاسبك عليها. فيرب متر، متر يضع أو يرتدي. je mets, tu mets, il elle met, nous mettons, vous mettez, il elle met. طيب لاحظ يفقد حرف التي مع ضمائر المفرد مع عدم وضع نهاية مع الضمير إل وال للمفرد. طيب ليه بيقول برضه دوت؟ لأن فيرب متر من الأفعال الشاذة، فهو بيقول لك هنا إنه حرف التي مع الضمائر المفرد بس إل وال وجو وتو بتفقد التي. هو المصدر أصلا دوبل تي أو زي ما أنت شايف، فهو في التصريف اللي هم المفرد في تي بتفقد، لكن في الجمع موجود. والإيل والال ما فيهاش نهاية زي الجوج، فبرضه دي للإيه؟ للمعرفة لحضرتك. طيب في حاجة هناخدها النهاردة؟ لا، مش هديك حاجة تاني النهاردة، كفاية الحاجتين اللي احنا خدناهم النهاردة عشان الفيديو ما يطولش عليك. عايز أقول حاجة ليكوا يا جماعة، ما تستهونش لا تؤجل عمل اليوم للغد. يا ريت كل فيديو انت تشوفه انت على طول ان معاك الكتاب، ما تستناش حتى التدريبات. يعني احنا بنشرح الاول وبعدين بنبدا التدريبات، فما تستناش تدريبات، انت كده كده الكتاب معاك، فهمت اللي احنا عايزين نقوله، فهمت الجزء بتاعك لازم تطبق عليه. يعني برضه دي نقطة مهمة أنا عايز أتكلم فيها، إن مجرد ما شفت الفيديو كتابك خارجي معاك، خلصت الجزء اللي أنت سمعته مني، طبق على طول. ليه الكلام اللي انا بقوله لك دوت؟ عشان انه ما تستناش معايا التدريب، انا بشرح الاول وانت بعد كده بنحل تدريبات، والتدريبات بتبقى على جزء فيديوهين، مش جزء واحد، جزئين. ف لا تؤجل عمل يوم لغد، كل ما تذاكر اوام وما تضيعش وقت، ومش هياخد الفرنساوي مش هياخد منك حيز يومي. يعني انت النهارده انا بقابلك 3 ايام في الاسبوع فيديو صغير، لو كل يوم ان انت
قعدت نص ساعة بس على الفرنساوي، صدقني هتجيب الدرجة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، درس جديد. أبيض طول الموان إيه أو